وبعدما عدنا إلى المملكة العربية السعودية مكثنا عدة أشهر، وطلب مني الأخ نايف أن أناشد له وأن أذكر حالته في تويتر، وبالفعل صورنا مقطع ورتبنا ونسقنا، ثم نشرت حالة الأخ نايف، وتفاعل وتكفل بعلاجه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المملكة العربية السعودية، وأمر بعلاج نايف في أفضل من مستشفيات العالم. تم اختيار مستشفى في أمريكا، وبالفعل غادر نايف إلى أمريكا وأجرى الفحوصات لزراعة اليدين طبيعية، وكذلك لزراعة أو عمليات التجميل للوجه. ومكث فترة، والمستشفى طلبوا من نايف أن يعود إلى المملكة العربية السعودية، وبعد 6 أشهر حتى تخرج النتائج والتحاليل يعود إليهم. مكث في المملكة العربية السعودية فترة ولم يتمكن من العودة إلى أمريكا لبعض الظروف الخاصة به. ثم جاءت فكرة زواج الأخ نايف، وسافرت أنا والأخ نايف إلى جدة وخطبنا، وكان بصحبتنا صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبد العزيز بيض الله وجهه، له وقفة لا أنساها مع الأخ نايف الحربي. وذهبنا إلى عائلة من عوائل جدة وخطبنا للأخ نايف الحربي، وبعد فترة واستخار نايف ولم يكتب الله عز وجل لهم الزواج، ولكن كانت محاولات رحمه الله وتجاوز الله عنه. بعد فترة توفى الله عز وجل. لا أنسى الأخ نايف، له مكانة عالية وغالية في قلبي.